بسم الله ما شاء الله، صينية بطاطس محشية باللحمة المفرومة تستاهل بقكوا حبايبي. من فاكر عمايل الصينية دي من زمان أكترية أهالينا كانوا بيعشقوها وبيعملوها، ودايما كل ما أروح كنت قرية فاتحة أو خطوبة ألاقيهم عاملينها في الأفراح حبايب قلبي. النهاردة هنفكر بعض بيها. بيتعمل جنبها شوية رز بشعرية، شوية رز أبيض، وبسم الله ما شاء الله بتبقى أكلة زي العسل. البطاطس كانت زبدة مع حبة الرز تحفة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. لايك وشير كتير. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، نجيب البطاطس الحجم الوسط، لا كبير ولا صغير. بصراحة مش أنا اللي جايباها، اللي جابها لي جاب لي حجم صغير على حجم متوسط، مش مشكلة، الجيش بيقولك اتصرف. بنغسل البطاطس حلو جدا، وبنقشرها وبنحطها في مية زي ما انتوا شايفين، وبنمسك واحدة واحدة وبنقورها، بس واحدة واحدة عليها عشان البطاطس بتبقى ناشفة معانا. احنا بنعلم كده بالمقوار. الشكل واضح قدامكم، واللي بيخرج منها القلب اللي احنا بنطلعه منها ما بنرموهوش، بسيبه في المية زي ما هو. باجي البطاطسية من تحت بعين حتة صغيرة جدا، دي بتبقى قاعدة للبطاطس عشان يركز معانا في الصينية. اوعوا تسيبوا البطاطس من غير مية عشان البطاطس بتسود. عملت البطاطس كلها، شايفين القلب بتاع البطاطس مش هرميه، بنصفيه وبنحطه في الصينية، وهنشوف دلوقتي. بجيب الطاسة، نزلت بمعلقتين من الزيت او معلقة ومعلقة سمنة، وبنزل بالبطاطس. بس بعد ما نصفي البطاطس حلو جدا عشان الزيت ما يطرطشش معانا. هننزل بالبطاطس كلها، هتاخد تشويحة من تحت وتشويحة على الوش التاني. الخطوة دي بتدي للبطاطس طعم حلو جدا، ما حدش يعملها وتكون نية. خلاص خدت اللون اللي احنا عايزينه، اللون الذهبي البسيط ده. بنشيلها نحطها في بولة ونركنها على جنب تبرد، ونحضر اللحمة بتاعتنا المعصجة. المادة الدهنية حسب الرغبة، تحطوا معلقتين سمنة معلقتين زيت براحتكم. انا حطيت معلقتين كبار من السمنة. بننزل بالبصل ومقطعينه مكعبات، دول بصلتين متوسطين، حابين تكتروا البصل براحتكم. بقلب في البصلة تدبل معايا مش تتحمر، وبعد كده هنزل باللحمة. ده نص كيلو من اللحمة. بنحاول نفتفت كده اللحمة مع البصل ونشوحهم مع بعض. بنكون محضرين جزرية مبشورة وقرن فلفل، سواء كان بقى فلفل رومي اخضر، عندك فلفل احمر اصفر براحتك. بنحط قرن واحد، انا حاطه نص احمر على نص اصفر، هو ده اللي كان عندي. بصراحه بيزودوا الكميه بتاعت اللحمه. تعالوا بقى نحط البهارات. دي كزبره ناشفه، ملح، فلفل اسود، بهارات لحمه، شعرايه بسيطه من القرفه، ربع معلقه. هي دي التوابل بتاعتنا. طبعا الملح حسب الرغبه. بنقلب فيهم ونشوح فيهم لغايه ما يستووا معانا. عملنا اللحمه المعصجه، هنركنها تبرد معانا. هنعمل الصلصه. دي معلقه كبيره من السمنه، هضيف عليها بصلايه متقطعه مكعبات. هقلب البصله لغايه ما تدبل معايا، وهنزل ب3 فصوص من الثوم مهروسين. الثوم ريحته طلعت واخدوا اللون الذهبي. في الوقت ده هكون محضره الطماطم بتاعتنا حسب الرغبة وعلى حسب الكمية بتاعت البطاطس. انا كنت في الوقت ده عاملة صلصة، نزلت بكبشتين، وهنزود عليهم كوباية من المية عشان الصلصة كانت تقيلة. وهنحط التوابل، فلفل اسود وملح وبهارات لحمة. هنقلبها ونغطي عليها ونوطي النار عشان تتسبك. تعالوا بقى، دي بقى الصلصة اللي انا عاملاها. اللي حابب يعرف الطريقة يكتب لي في الكومنتات حبايب قلبي، واقول لكم الطريقة. غليت معانا، وطيت عليها. اول ما تلاقوا السمنة طافت على الوش تعرفوا انها اتسبكت. ده القلب بتاع البطاطس حبايبي، عصرته حلو جدا، وجبت الصينية وهرصه فيها. اوعى حد يرميه،
ده بيبقى احلى من البطاطس، بيتحط كده على الرز وبيتاكل، بيبقى زي العسل. بس لازم نحصره حلو جدا من المية اللي كانت فيه. بنجيب البطاطس، بيكون اللحمة بردت معانا، وبنحشي البطاطس واحدة واحدة وبنرصها في الصينية. وصفة جميلة وسهلة وبسيطة لبناتي سنة أولى جواز، سنة أولى طبخ، والحبايب قلبي اللي زي حالاتي بنفكر بعض. ساعات بنقوم محتارين هنطبخ ايه، هنعمل ايه النهاردة، كل يوم في حيرة. ادينا بنفكر بعض، وفعلا الوصفة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت يا حبايب قلبي، وبتطلع طعمها زي العسل. هنحشي البطاطس كلها ونرصها في الصينية. بس انا بقول لكم اللي يجي يشتري البطاطس ينقيها الحجم الوسط وتكون كلها مقاس واحد. رصينا البطاطس، هنضيف عليها الصلصة اللي احنا عملناها. هنغطي كده وش البطاطس. اهم حاجة الصلصة تكون على قد الكمية بتاعت البطاطس عشان تستوي معانا. هنكون مولعين الفرن على درجة حرارة 200 والفرن سخنة جدا. هنغطيها بالشكل ده ونحطها في الرف الوسطاني. خدت معايا ساعة، والتسوية على حسب الفرن بتاعك، عالي بطيء. انا شلت ورقة الفويل، حطيت الشوكة لقيتها دخلت في البطاطاية بكل سهولة. رحت عاينة الورقة وولعت عليها الشواية، خدت اللون ده وطلعت زبدة. فعلا كان طعمها تحفة. نعمل جنبها شوية رز ابيض، رز بشعرية. انا عملت شوية رز بشعرية وكانوا زي العسل. الخلطة بتاعت البطاطس اللي احنا حاطينها في الصينية من تحت كانت احلى من البطاطس. بقينا نحطها على الرز، والف انا وشفا على اللي كل. وبقول لاخواتي اللي على عيني وعلى راسي اللي زي حالاتي، اللي لما بيلاقوا حد منزل وصفة سواء انا ولا غيري يقولوا ايه ده، هو احنا ما بنعرفش نعمل اكل؟ ايه اللي انتوا عاملينه دوت طبيخ ايه؟ ليه هو احنا ما بنعرفش نعمل اكل؟ الوصفات ديت بتستفيد منها ناس كتير، بنات لسه اول مرة يخشوا المطبخ. عشان كده بنقول سنة اولى جواز، سنة اولى طبخ. وفيها ايه لما كمان نفكر بعض؟ يعني انت يا اختي اللي زي حالاتي بسم الله ما شاء الله عليكي عارفة كل حاجة، بس ساعات ممكن الاقي وصفة قدامي تفكرني النهاردة هعملها، اهي بتقضي الغرض واليوم بيعدي. ما فيهاش حاجة لما تجبري بالخاطر، ده جبر الخواطر باب من ابواب الجنة. اسيبكم في رعاية الله.